المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من الفضائية التي نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أصحابكم فيها قاسم محمود، والبدء بالعناوين. توسعة طريق الترابي يربط بين مدينتي بريخ ولوقعنسبة. الأقليم الأوسط يكتمل استعداداته للمشاركة في المهرجان الوطني 2019. السيول تتسبب في خسائر مادية بضاحية بيرامي. ترامب يهدد بالانسحاب من منطقة منظمة التجارة العالمية. رئيس الوزراء الكندي يتعهد بتشديد الرقابة على الأسلحة النارية. الحريق تستعر في إيفيا اليونانية. أهلا بكم. تجري أعمال توسعة وصيانة واسعة للطريق الذي يربط بين الأقليم الأوسط والقشبركة، والذي يبدأ من منطقة سعد كريستيان ويمتد حتى منطقة عدن أمنه، إضافة إلى سفلتة طريق حزامي يربط بين منطقتي بيت قرقيس وإمبادرهم. وتشتمل مهام الصيانة والتوسعة والسفلة الجارية بالتنسيق بين مشروع الدهالو ووحدات قوات الدفاع وشركة أسبيك للإنشاءات طريق سعد كريستيان عدن أمن بطول 30 كيلومترا، وطريق آخر ينطلق من بيت قرقيس ويمر عبر منطقة بلزة ويلتقي في طريق أسمرة كرن الرئيسي بطول 12.2 كيلومتر. وأوضح المشرف على المشروعين العقيد برهان إلياس لوكالة الأنباء الإريتريا إيرينا أن الطريق المؤدي إلى عدن أمن يقدم خدمات ناجحة للمناطق التي يمر بها، مثل منطقة عد قنصي وعد يعقوب وحزقة وعد بيدل وغوداغيدي، إضافة إلى مناطق كثيرة تقع في مدينتي بريخ ولوقعنسبة، ويخلق الارتياح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك برامج الإعمار والتنمية. وأشار العقيد برهاني فيما يتعلق بأعمال السفلة الجارية في طريق بيت قرقيس إمبادرهو إلى أن طريق أسمرة الحزامي المهم الذي يمر عبر منطقتي عدن فاس وبلزة يهدف لإيجاد حلول للضوضاء التي كانت تخلقها الشاحنات الكبيرة أثناء مرورها وسط العاصمة أسمرة، ويخلق اختيارات أفضل. من جانبهما قال كل من مسؤول المشروع الفني رقم 2 في عدهالو السيد برهاني هايلي ومنسق القدرات البشرية الملازم هبتم قرماي فيما يتعلق بالأعمال الجارية في طريق سعد كريستيان عدن أمنه أن المهام تجري بالتنسيق بين مهنيين متمرسين وأعضاء قوات الدفاع، حيث تصل عملية التوسعة الجارية في الطريق من 4 أمتار عرض إلى 20 مترا. من جهتهم عبر الشباب الناشطين في طريق صعد كريستيان عدن أمن بأنهم يشعرون بفخر واعتزاز لمشاركتهم في مثل هذه المشاريع، مشيرين إلى أن القدرات والمهن المكتسبة تساعدهم في المستقبل كسلاح مهني. من جهته أشار مسؤول العمليات في شركة أسبيك للإنشاءات المهندس سيوم تخلى إلى أن شركتهم تعمل لسفلتة طريق بيت قرقيس إمبادره الواسع الممهد جيدا، والذي بذلت فيه جهود حثيثة بما يخدم الشاحنات الكبيرة، حيث أنجزت حتى الآن سفلتة نصف كيلومتر. قدمت دعوتهم في السيمينار التنويري الذي أجري في إطار الاجتماع المنعقد في 16 من أغسطس الجاري لسائقي سيارات الأجرة الناشطين في الإقليم الأوسط للاعتماد على حركة مرورية آمنة، آخذين في الاعتبار أوضاع الطرق والكثافة المرورية. وحاضر في السيمينار التنويري مسؤولو رقابة المعاقبة وتحقيق الحوادث المرورية في الإقليم، داعين سائقي سيارات الأجرة التحلي بالمسؤولية واحترام قانون المرور، باعتبارهم يستضيفون الكثير من أبناء الوطن والأجانب. وذكر مسؤولو شرطة المرور بأن التوقف الفجائي والسكر أثناء القيادة والحمولة غير القانونية وعدم التأكد من ثبات الحمولة أثناء السير وتغيير الاتجاه المفاجئ دون إعطاء أي إشارة تعد من المخالفات المرورية السائدة لدى سائقي سيارات الأجرة، مطالبين إياهم ليكونوا حذرين ويقظين مدركين بأن السيطرة على الحوادث مسؤولية تقع على كاهلهم. من جهته ناشد قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادس برهاني كافة أفراد المجتمع لتعزيز وعيهم فيما يتعلق بالسلامة المرورية وعلى سائقي سيارات الأجرة زيادة تعاونهم.
وتوضح تقارير شرطة المرور في الإقليم الأوسط بأن الإقليم شهد في عام 2018 والنصف الأول من عام 2019 حوالي 4000 حادث مروري نتيجة للإهمال وعدم احترام قوانين المرور، فيما راح ضحيتها 47 شخصا وخسائر ممتلكات تقدر بأكثر من 38 مليون نوفا. وتوجد في الإقليم الأوسط أكثر من 900 سيارة أجرة تقدم خدمات نشطة. ذكرت إدارة الإقليم الأوسط بأنها أكملت استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني الذي ينظم في الفترة من 16 وحتى 22 من أغسطس الجاري بالعاصمة أسمرة، معتمدة على عرض محتوياتها بطريقة استثنائية. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم السيد إندرياس أسمران بأن محتويات الإقليم أعدت بما تتماشى مع الشعار الرائد ثقافة الثبات على الصمود، وتشتمل على منافسات الآلات الموسيقية التراثية وسباق الرقصات الشعبية والموسيقى، إضافة إلى منشآت المساكن والحياة المعيشية. كما أفاد بأن محتويات الإقليم المعدة مدعومة بالدراسات تأخذ في عين الاعتبار المشاريع التنموية الجارية في الإقليم، حيث تعرض بشكل منافسات. وذكر السيد إندرياس بأن منافسات الرقصات والموسيقى تحتوي على ألحان تراثية وغيرها من المحتويات الثقافية، وتتمثل المنشآت السكنية والتراثية والحياة المعيشية بقوميتي التيغري والتيغرينيا. عقد مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في القشبركة بمدينة تسناي في 8 من أغسطس الجاري لقاء حول تعزيز الأنشطة الجارية لتأمين الرعاية الاجتماعية. وفي التوضيح الذي أدلى به خبراء المكتب، استعرضوا الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي يسببها التمييز الاجتماعي والتراث والعادات البالية، إضافة إلى مصادر الدخل المتدنية على المرأة والمعاقين والعجزة، داعين لتعزيز دور المواطنين والشركاء لإنجاح البرامج الموضوعة لتحسين ذلك. وأوضح عضو وحدة الرعاية الاجتماعية الشاب أنجلو أباتو بأن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تسعى جاهدة لخلق فرص أفضل تساعد في ضمان مصادر الدخل الاقتصادية للمرأة من أجل إدارة نفسها جيدا. من جهته قال مسؤول وحدة العمل السيد مبرهة الجزائي أنهم يقومون بمتابعة جادة ورقابة فعالة لكي لا يحرم المعاقون والمرأة في المديرية من فرص العمل والحقوق نتيجة لقلة معرفة قانون العمل. من جانبهم ناشد المشاركين لتنظيم سيمينارات تنويرية واسعة مستقبلا لتفادي قلة المعرفة القانونية للقانون العملي. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها مدير مديرية تسناي السيد سيوم جبريسوس، قال فيها أن رعاية ومساعدة الجهات المحتاجة ثقافة إريتريا، مؤكدا على مواصلة المساعدات التي يقوم بها الشعب وإدارة المديرية. ضمن البرنامج التنموي المنتزمة، تشهد 4 مديريات الإقليم الجنوبي ومديرية أفعبت بشمال البحر الأحمر ابتداء من شهر يوليو المنصرم تسيير برامج تنموية فعالة بمشاركة أهلية وطلابية وأعضاء قوات الدفاع الإريتريا. ووفق تلك البرامج تم غرس 3000 شتلة من أصل 100,000 شتلة أعدت في مديرية عدو خالة عبر أعضاء قوات الدفاع في دفاعات عد بقعو التاريخية. كما غرس الشتول كثيرة في إدارات ضواحي بيت جابرييل وعد بحرو ودعرو كونعات وقسم دنغولو، بالإضافة إلى المحمية الزراعية ومقابر الشهداء والمؤسسات الحكومية ودور العبادة والمنازل. كما شهدت مديرية ابن حيلي غرس 4000 شتول عبر طلاب الحملة الطلابية التنموية الصيفية في الأماكن الجاذبة والمدارس وغيرها من المؤسسات، وتشييد أكثر من 110,000 متر من المدرجات و700 متر مكعب من الحواجز المائية. وفي ضاحيتي سيبراسو وكاريبوسا بمديرية عد قيح غرست حوالي 8,000 شتلة بمشاركة جماهيرية وأعضاء قوات الدفاع. كما يقوم 360 طالب برعاية المعلمين وإشراف الخبراء الزراعيين في مديرية صنعاء بإصلاح الأراضي المنجرفة. في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريتريا إرينا بأن الطلاب المنخرطين في الحملة الطلابية التنموية الصيفية في مديرية أفعبت أقليم شمال البحر الأحمر في 8 نقاط عمل أنجزوا أعمالا فعالة في حفظ المياه وحماية التربة والتشجير.
تسببت السيول التي أعقبت الأمطار الغزيرة المستمرة في الهطول 4 ساعات في 9 من أغسطس الجاري، إضافة إلى السيول المنحدرة من المرتفعات في إحداث أضرار مادية في ضاحية إمبيرامي بمدينة موسى إقليم الشمال البحر الأحمر. وأوضح مدير الضاحية سي صالح الأمين بأن الأضرار التي تسببت لها السيول في 16 من أغسطس دمرت ممتلكات كاملة ل 87 منزلا، وقطعت خط مصوع قرورة بما في ذلك أراضي زراعية واسعة. وتوضح المعلومات الواردة من إدارة الضاحية بأن الأضرار لن تصيب الأشخاص. وذكر السكان بأن أضرار مماثلة تسببت في تدمير 7 منازل في العام 2014، مناشدين لخلق أجواء تساعد في تحويل وادي أوسا عن مساره. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية التي يفهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة، وهي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بالانسحاب من هذه المنظمة الدولية. وخلال الصيف الماضي قال ترامب إن منظمة التجارة العالمية تتعامل بشكل سيء جدا مع الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، مضيفا أنها في حال لم تصلح نفسها فسيتم الانسحاب منها. كما طالب في نهاية يوليو الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية. وتأخذ إدارة ترامب على منظمة التجارة العالمية منذ سنوات طويلة السماح للصين بأن تصنف على أنها دولة نامية ما يعفيها من بعض الواجبات. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه سيشدد القيود على الأسلحة النارية ويفرض إجراءات رقابية أكثر حزما في حال أعيد انتخابه في أكتوبر المقبل. وجاء كلام ترودو خلال مؤتمر صحفي في مدينة تورونتو التي شهدت سلسلة عمليات إطلاق النار عشوائية كان آخرها في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة وأسفرت عن 17 جريحا، لكن رئيس الوزراء الكندي لم يصل إلى حد التعهد بحظر المسدسات الذي دعا إليه رئيس بلدية المدينة جون ثوري. والحادث الأخير يجعل الرقم الإجمالي لعمليات إطلاق النار في أكبر مدينة كندية حتى الآن يصل إلى 267 حادثا مقابل 248 في نفس الفترة من العام الماضي. وتعز السلطات معظم عمليات إطلاق النار إلى عنف العصابات وانتشار الأسلحة غير المشروعة. أجلي المئات في جزيرة إيفيا اليونانية، فيما ألغى رئيس الوزراء اليوناني عطلته لمتابعة تطورات حريق ضخم أججته الرياح العنيفة في ثاني أكبر جزيرة في اليونان وفق ما أعلنت السلطات. وقطع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عطلته الصيفية على جزيرة كريت التي ينحدر منها وعاد إلى أثينا. وقال للصحفيين من أمام مركز عمليات إدارة الطوارئ في العاصمة إن الظروف صعبة بشكل استثنائي وأولوية الحكومة حماية الأرواح. وأضاف أن 4 طائرات إطفاء من كرواتيا وإيطاليا ستنشر بعد ما طلبت اليونان مساعدة الاتحاد الأوروبي. وكانت السلطات قد أخلت كتدبير وقائي دير باناييا ماكري ماليس منذ صباح الثلاثاء، وقرى أغريليسنا وكونتو ديس بوتي وإستانفروس بعد ما اقتربت ألسنة النيران من البيوت. وشبت النيران على حافة الطريق قبل أن تمتد بفعل الرياح الشديدة إلى الأحراج الكثيفة والجافة في وسط الجزيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة أثينا.
تم تصميم أكبر تمثال في العالم وهو نصف قوس مصنوع من الصلب لمفاجأة السائقين الذين يقومون بجولة رائعة في جنوب بلجيكا إلى فرنسا أو لوكسمبورغ. وتم تصميم التمثال البالغ طوله 60 مترا في بلدة صغيرة توجد على الطريق السريع 411 المزدحم، وقد صممه الفنان الفرنسي برنار فينيت. وأرادت شركة فينيت في البداية تثبيت التمثال المصنوع من 200 طن من الفولاذ ووضعه في 2800 طن من الخرسانة في فرنسا، لكنها واجهت عقبات مختلفة وفي النهاية وجدت منزلا لها في بلجيكا. مشاهدينا الأكارم، انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.